بامكم. عامل ايه في المذاكرة يا محمد؟ كويس، بس في حاجات ماني فاهمة. طب قول لي يا حبيبي، لو في حاجة انت مش فاهمها قول لي وانا اشرحها لك. هذا الإنجليزي يا أما. انجليزي لا. عربي الأستاذ عبد العال هو اللي قال لو محمد مش فاهم حاجة يكلمني وانا اشرحها له. والمدرسة هترجع قديش يا أما؟ التكفيرين يا حبيبي لما ضربوا جنب المدرسة الأساس اتأثر، عشان كده الحكومة لازم تتأكد من سلامة المبنى وبعدين ترجعكم. المهم أنا عايزاك تذاكر وتبقى مهندس كبير قد الدنيا. أنا ودي أطلع دكتور. دكتور، مهندس، المهم تبقى حاجة كبيرة. وعايزاك كمان تخلي بالك على أختك يا محمد. لا تخاف يا أما، خلي بالي منها ومنك على طول. وينفع لما أخلص مذاكرتي ألقى أشوف الماتش مع بلال وعمر. أنت راجل تروح بس بشرط ترجع على طول، لا تتلفت يمين ولا شمال. تعالي. يلا السلام عليكم. ايه ده؟ انت رايح فين؟ هتخبطيني؟ ابدا يا بابا، رايح اذاكر عند واحد صاحبي. رايح اتغدى عند اسلام. ايه يا نور يا حبيبي؟ قول كده تاني، راح تتغدى مع مين بره؟ ايه اللي انا سامعاه ده بالظبط؟ ايه اللي انا سامعاه؟ ماما، بص يا ماما، انا وعدت اسلام ان في الاجازه هتغدى عنده. الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله 6 شهور. فالنهارده سيبيني اروح اتغدى عند اسلام، وبكره اخدك اغديكي بره، نروح شاورما ابو حيدر وبعدين الميرلاند وبعد كده نروح سينما روكسي بالليل. ايه رايك؟ موافقه، على شرط انك ما تقعدش عند اسلام كتير زي كل مره. حاضر. ترجع على طول. حاضر، مش هتاخر والله. ماشي. ده ايه السهوله والبساطه دي؟ طب بالنسبه للباميه والملوخيه اللي انا عماله اقطفها دي والمحشي، هتسيبيه ينزل كده ويسيب كل الحاجات دي؟ وماله؟ الباميه لما تبات بتبقى احلى. صح؟ والملوخيه بقى هطفحها لك انت يا قرشانه. تستاهلي والله. أنا هاجي معاك. تيجي معايا منى فين؟ هتروحي فين؟ عندك مذاكره قد كده. حبيبتي انا رايح عند اسلام في البيت، يعني مش رايح حته. برضه هاجي معاك. أنا خلصت كل الهوم ورك بتاعي. تعالى عايز أقول لك على حاجة. عايزه ايه؟ انزل. وبيني وبينك ما بحبش البامية بتاعت تيتا. ليه؟ دي حلوه جدا. لا. طيب انا هاخد رنوجه معايا، وده اكبر دليل ان انا مش هتاخر. ممكن؟ يا نور عندها مذاكره مش هينفع. ودي برضو عايزه موافقه. ماشي، يلا خدها معاك. مامتها برضه. خلاص ماشي ماشي. يلا خشي البيت. ما تتاخرش. ثانية وهبقى عندك. يلا. نفسي ومنى عيني اعرف قالت لك ايه في ودنك. كان بتقول لي اقول لكم تحوشوا لها شويه من الباميه عشان هي بتحب الباميه بتاعتك قوي. شفت؟ انا احسن واحده اعمل باميه في مصر الجديده. وفي القاهرة الكبرى كلها بصراحة. اه. انت امك. ايوه يا امه، وحشاني وكلكم وحشاني. لسه التليفون لسه التليفون. الحمد لله على السلامه يا اخويا. اعملي لي شاي يا مرحب. يا بنت بصالي كده ليه؟ يا بنت بصالي كده ليه ومتنحة؟ امشي روحي لامك. الفلوس اللي اتحولت كلها انا دخلتها حساب الجمعيه بتاعتك. المشكله ان في فلوس كاش انا مش عارف اعمل فيها ايه. هقول لك،
اهم حاجه دلوقتي ان البيت بتاع العريش ده يخلص توضيبه في اسرع وقت. يخلص؟ كويس انك هتبقى هناك عشان الشغل كتر. ابو براء عمال يزن عليا. انا قلت له ان انت مش حابب، ولو عايز تتواصل يتواصل معاك انت بشكل مباشر. احسن. ابو البراء ده انا ما برتاحلوش. انا مش عايز اتورط معاهم في اكتر من الشغل. اهم حاجه دلوقتي تخلصت موضوع البيت ده. ايمي جايه معايا، مش عايز اي حد من اللي هناك يعرف ان ده بيتي. امان، بس مش ممكن عمك يعرف ويعمل مشكله. ما يعرف. يعرف. وانا هخاف منه زي ما ابويا خاف منه؟ ما يعرف. سيبك منه. المهم تخلصي موضوع البيت عشان هي زنانه قوي، وانت عارف زن الستات بقى. تمام. بقول لك يا كبير، هي ايمي دي ما عندهاش اخوات بنات؟ مش انت متجوز؟ مثنى وثلاث ورباع. يعني انت غلطت مره تغلطها 2 و3. معاك مايوعك؟ معايا. يلا نقف. تسلم ايدك يا طنط، والله العظيم الوحيده اللي بتعمل اكل ينافس امي. الف انا وشفا يا حبيبي. شفاء. والله كان نفسي اعمل حاجات اكتر من كده. اكتر من كده ايه؟ انت عامله الثلاجه كلها. اهلا يا رعد، تعالى. راح في الكبر ما شاء الله يا اسلام. ما شاء الله ما شاء الله. والله مونسني واخد حسي طول ما اسلام بره. عارف يا نور، اول ما جابوا اسلام انا كنت عايزه اسربه. الفكره كلكم كده في الاول، وفي الاخر بترجعوا تحبوهم اكتر مننا احنا شخصيا. صح. طبعا. ممكن العب معاه؟ قومي يا حبيبتي بقى، بيعض ولا حاجه؟ طيب قومي. هتخلي اخواتك البنات يجوا يقعدوا مع امك هنا بدل ما هي قاعده زهقانه لوحدها وانت كده كده طول النهار بره البيت. والله العظيم الاتنين بيتحايلوا عليها تروح تقعد معاهم، هي اللي دماغها ناشفه ما بترضاش. بتيجي بقى كل واحده كده تقعد معاها يومين وبتاع. خلاص يبقى انت بقى ايه، تتجوز وتجيب مراتك تعيش هنا معاها تونسها. لا والنبي، مين اللي بيتكلم؟ طب اقول لك على حاجه، انا لو شفتك في الكوشه بعدها باسبوع هكون متجوز. تصريح قوي اهو. هفاجئك. لا انا مش مرتاح لك. في واحده انت وقعت. ولا وقعت ولا وقفت، انا بقول لك بس ان انا فاتح الباب للموضوع مش قافله زي الاول. وربنا في حاجه. هتروح فين؟ هتلف لفتك وهتيجي تحكي لي. ماشي. الشاي وكيكه البرتقال. أيوة. ديك انت بس لوحدك انت يا نور. دي اللي اهم من الشاي. تسلم ايدك. تسلم يا حبيبي. تسلم ايدك حبيبتي، والله انت مش عارفه انا بحبها ازاي دي. تسلم. بطلت تجيب لي انت منها زي زمان دي. ايه ده؟ انا ببعت لك علب مخصوص علشانك انت. بس ما تهزرش عشان بتصدق بس. انا هكدب ليه؟ اسلام، نور عمره ما كذب. اقسم بالله ما بيدخلني قطاع غير لما اديله علبه. لا ما تهزرش. بس عليك يا نور. حبيبي. هو يقدر يدخل؟ ده انا اقطعه رجله. انت متأكد ان ابو اسامه موجود في مكان من الاماكن دي؟ متأكد. هي دي الاماكن اللي تواجد فيها، وده بالنسبه له امن مكان يكون موجود فيه. لو حس ان في حركه نشطه من الدوريات او حركه كبيره من الجيش، عامه هو يحب يغير الاماكن. ممكن يكون الحين موجود في مكان غير الاماكن اللي نعرفها.